هنعمل النهاردة الجبنة الكريمية الكيري سهلة الفرد، وحقيقي هي سهلة جدا، وهنعملها من نص كيلو لبن بس، ويعمل معانا كيلو من الجبنة الكريمية، وجميلة جدا في السندوتشات ومن غير ما تعمل معاك اي تكتلات خالص. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي خطوة بخطوة مع ام عبد الله في البيت، ام عبد الله اتهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقادير اللي معانا النهاردة عبارة عن نص كيلو لبن جاموسي، كوبايتين 500 مللي. بالنسبة للبن اللي بستخدمه بيبقى كامل الدسم بقشطته زي ما انتوا شايفين، عشان يخلي الجبنة كريمية اكتر مع باقي المكونات. وتقدروا تستخدموا اي نوع سواء بقري او جاموسي او حتى معلب من السوبر ماركت، بس ناخد بالنا ان نتيجة كل نوع مش هتكون زي اللبن الدسم. كوباية زبدة على زيت 200 جرام، وبنستخدم اي نوع زبدة حيواني سواء بقري او جاموسي او نيوزيلندي. والزبدة بتكون متسيحة، وممكن كوباية زيت خالص 200 مللي، بس يكون زيت من غير اي ريحة نفاذة. معلقتين كبار نشا 30 جرام، معلقة كبيرة هرمية دقيق 15 جرام، 5 مثلثات جبنة، وممكن نحط 6، بس انا مش محتاجة اكتر من كده عشان اللبن بتاعي كامل الدسم وبقشطته. واهم حاجة يكون نوع الجبنة المثلثات نوع كويس وطعمه كويس، لان الجبنة دي هي اللي هتدي طعم الجبنة الكريمية، فلازم نختارها كويس. نص معلقة صغيرة سكر، ونص معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار كريمة لباني من غير سكر، وممكن نستغنى عنها لو هنستخدم لبن كامل الدسم. نجيب الخلاط ونحط فيه كوبايتين اللبن، نحط عليه الجبنة المثلثات، نحط عليهم السكر والملح، نحط الكريمة اللباني، نحط عليهم النشا والدقيق، نضربهم في الخلاط لمدة 3 دقايق او لحد ما كل المكونات ما تختلط ببعضها. بعد ما ضربناهم كويس بنجيب حلة ونصفي الخليط، عشان لو في اي تكتلات ما اتضربتش في الخلاط مش تبان في الجبنة. بنحط الحلة على نار متوسطة ونقلب فيها بمضرب سلك كأننا بنعمل بشاميل او مهلبية، عشان الخليط ما يكلكعش، ونفضل نقلب لحد ما يستوي. وده شكله بعد 10 دقايق بدأ يطلع فقاقيع هوا، وكمان قوامه تقل جدا زي ما انتوا شايفين في الفيديو. فأول ما يطلع فقاقيع زي كده اعرفوا انه استوى، فبنطفي عليه النار، بنسيبه على جنب يهدى شوية عشان نكمل الخطوة اللي بعد كده. بعد ما الخليط ما بيهدى شوية بنحط عليه نص كوباية بس من الزبدة اللي معانا، ونقلبهم مع بعض. واحنا ما بنحطش كوباية الزبدة او الزيت كلها مرة واحدة، لان احنا ممكن مش نحتاجها كلها، لان احنا حاطين على الخليط كريمة لباني. اول ما يتحول شكلها للشكل ده بناخدها نحطها في الخلاط تاني لحد ما يبقى قوامها ناعم والزبدة تختفي خالص. والافضل بدل ما نحط الزبدة عليها في الحلة نحط خليط الجبنة في الخلاط من غير الزبدة، ننزل عليها الزبدة حبة حبة لحد ما قوامها ما يتقل، لان لو حطيناها مع الزبدة مرة واحدة هتبقى تقيلة على الخلاط ومش هيشتغل معاك بسهولة. وممكن لو عندك هاند بلندر هيسهل عليك الخطوة دي جدا، تقدر تستخدميه وتضربيها بسهولة لحد ما تتقل. ودي الجبنة بعد ما ضربناها في الخلاط، وزي ما انتوا شايفين قوام الجبنة عامل ازاي، ناعم وكريمي جدا، وهو كمان لسه سخن، ولما نسيبه يبرد قوامه هيتقل اكتر من كده. وزي ما انتوا شايفين قوامه متماسك ومش سايلة خالص، هي كده مظبوطة. بنغطي وشها بكيس تلاجة او ستريتش زي ما انا عاملة في الفيديو، عشان مش تعمل طبقة على وشها، ونسيبها لحد ما تبرد خالص بره التلاجة. وده شكلها بعد ما بردت. بنسيبها في التلاجة وبنحطها في اطباق او برطمانات ناشفة متعقمة المتاح عندك. وكده نكون عملنا جبنة كريمية صحية واوفر وانضف من بره بكتير، وزي ما شفتم مكوناتها ما فيهاش اي حاجة خالص مضرة ولا اي مواد حافظة مش زي الجاهزة، وطعمها جميل وناعمة جدا، وبتتفرد بكل سهولة في السندوتشات زي ما قلت لكم. وبجد لازم تجربوها، هتعجبكم جدا، وقولوا رأيكم في التعليقات. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.